مرحبا معاكم شيف طاهري، واليوم راح ندش الى الاجواء الاسيويه. اكلتنا اليوم راح تكون منغوليان بيف. في البدايه حابين نشكر السبونسر مالنا شركه ناس للاغذيه. تشوفوا شحالات الانجريدينتس اللي هم جايبينها لنا، وفي نفس الوقت حبيت اخبركم لا تنسون تسوون سبسكرايب وتشغلون جرس النوتيفيكيشن. ويلا تعالوا خلينا نشوف شلون راح نسوي هذه الاكله. مرحبا معاكم شيف طاهري، واليوم اكلتنا راح تكون المنغوليان بيف. تعالوا معاي خلنا نروح للتحضير. اول شيء راح نسويه راح نجيب البصل الاخضر ونقطعه بشكل قطع كبيرة مثل ما هو مبين قدامكم. وبعدين راح نجيب الزنجبيل وراح نقطع على شكل مكعبات صغيرة بهذه الطريقة. واذا حبيتوا تستخدمون الفول بروسيسور حق هذه المرحلة ما في اي مشكلة، ولكن لا تخلون قطع الزنجبيل تصير اصغر من اللي هو مبين قدامكم. الحين راح نجيب حبات الثوم، وفي نفس الوقت راح نكرر عليها نفس العملية اللي احنا سويناها للزنجبيل. والحين راح نروح الى نجمة حلقتنا اللي هي لحمة التندرلوين من فصيلة الانجس الايرلندي اللي فقط تحصلونها في شركة ناس للاغذية. راح ننظف قطعة التندرلوين ونحاول نشيل الشوائب اللي عليها، وبعدين راح نقطعها على شكل شرائح رقيقة مثل ما هو مبين قدامكم. وما يحتاج ان انا اعرف لكم ان لحم الانجس هي من افضل انواع اللحوم اللي انتم تقدرون تستخدمونها. الحين ومثل ما انتم تشوفون اللحم مالنا صار جاهز. كل اللي علينا نسويه راح ناخذ شوية نشا ونخلطها معاها، وبعدين نوديها على طول الى القلاي. خلوا بالكم ان احنا نبي جميع القطع تتغطى بالنشا بشكل كامل. والحين راح نبتدي مرحلة الطبخ. واول شيء راح نسويه راح نجهز الرز مالنا. راح نجيب رز الكالروز المعروف ان حباتها تكون صغيرة وبعدين تتماسك لما تنطبخ. ولكل مقدار من الرز راح نضاعف كمية الماء، وراح نترك الرز يستوي ونرجع له في نهاية البرنامج. تعالوا معايا الحين نروح الى مرحلة القلاي. راح نجيب المقلاة الصينية اللي هي التشاينيز ووك. راح نترسها بالزيت، ولين الزيت يبتدي يسخن راح ناخذ لنا بريك ونجرب كيت كات ايس كريم مقدمة من شركة ناس. واكون بصريح وياكم، اللي ما يجرب هذه الايس كريم يكون خسر نص عمره. الحين وبعد ما سخن الزيت راح ننزل فيه اللحم اللي احنا قطعناه بشكل كامل. والشيء اللي احنا نبيه في هذه المرحلة ان اللحم يتغير لونه ويصير شوي مقرمش. خلوا بالكم ان انتم لازم تحركون اللحم بشكل متواصل على اساس لا يتلصقون مع بعض.
طبعا انتم كل ما توصلون التحريك راح تلاحظون ان لون اللحم راح يتغير، واذا وصل الى هذا اللون هني راح نضيف عليه الفلفل الاسود. في هذه المرحلة اللحم مالنا صار جاهز. كل اللي راح نسويه راح ناخذ شوية من الزيت اللي فيه وننقله الى مقلاة ثانية، واللي راح نسوي فيها صلصة المنغوليان. راح ننزل على الزيت الثوم مع الزنجبيل اللي احنا قطعناه، وراح نحركها لين يبتدي يتغير لونها الى اللون الذهبي. وعلى اساس نوقف البروسس حق الطبخ مالتها راح نضيف عليها الماء على اساس لا يصير لونه اغمج. وفي هذه المرحلة راح ننزل عليها الصويا صوص، وبنفس المقدار راح ننزل عليها ميرين اللي هو خل الرز. واخر شيء راح نضيفه هو السكر البني، وهو السبب اللي راح يخلي الصوص مالنا يتماسك. راح نحرك الخلطة مالتنا لين تشوفون الماي يبتدي يغلي. وبعد ما نتأكد من طعم المقادير ونتأكد ان كل شيء كان ممتاز، هني راح ننزل عليها اللحم. وكل اللي علينا نسويها في هذه المرحلة ان نتأكد من ان المقادير مالتنا تنخلط مع اللحم بشكل جيد قبل لا ننزل عليها البصل الاخضر. ويا جماعة اهم شيء انكم تتذوقون الاكل مالكم قبل لا تشيلونه من فوق النار. ومثل ما هو مبين قدامكم الطبق مالنا صار جاهز. تعالوا الحين نروح الى التقديم. راح نجيب الرز اللي احنا جهزناه، ومثل ما انتم تشوفون شوفوا شلون صار القوام ماله متماسك. راح ناخذه ونحطه داخل الملة ونقلبها على صحن التقديم. ومثل ما انا عودتكم من قبل، قدموا الطبق بالطريقة اللي انتم تحبونها. انا هني خذيت الملة وقمت اترسها بالرز، وفي نفس الوقت لازم تضغطون عليها على اساس تاخذ الشكل مالتها، وبعدين تحطونها بالمقلوب فوق الصحن اللي تبون تقدمون فيه. وباستخدام ملة ثانية راح تضغطونها شوي الى الاسفل على اساس تسوون الحفرة اللي راح نخلي فيها اللحم. واخر شيء وبعد ما احنا نزلنا اللحم راح ناخذ متبقي البصل الاخضر ونقطعها على شكل شرائح رقيقة، وهذه اللي راح احنا نزين فيها الصحن. وفي الاخير حبينا نشكر السبونسر مالنا شركة ناس للاغذية. وكالعادة نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم. لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك، وفي نفس الوقت تنشرون هذا الفيديو وتعطونا رايكم في الكومنت. واخر شيء بألف صحة وعافية. هذه لازم تجربونها.
غلطانين إذا ما جربتوه.